السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال واحسن الظروف. نهار جديد وفيديو جديد. البنات انا عاوتاني جايتكم بواحد المعسله اقتصاديه 100%. غنعطيكم المقادير ديال كميه قليله. بغيتوا تضاعفوا المقادير ضاعفوا المقادير، ولكن ما كنصحش انكم تضاعفوا المقادير دفعه واحده. ديروا بالطريقه اللي غادي نقول لكم شويه بشويه، لان هذا العجين خصو يتخدم وهو باقي دافي. الا مشى حتى برد كيصعب اننا نشكلوه. بالصحه والهنا، رمضان كريم. وشوفوا معايا الفيديو، ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم باش تشجعوني، باش نبقى دائما كنبحث ونجيب لكم الجديد والاسرار اللي كيخبعوها علينا بزاف ديال الناس. نتوما كتشوفوا كيفاش كتجي معسله محمره، ما محلوله ما حتى شي حاجه ولا اروع. بالصحه والهنا. لهاد المعسله كنحتاجو اولا كاين مقادير سائله اللي هي كاس ديال الماء، 4 كاس ديال الزيت عاديه، مغروفه ديال العسل. هاد المقادير السائله غادي نديروها في كاسرونه تسخن. بالنسبه للنواشف عندي كاس ديال الدقيق، 4 كاس ديال السميده الرقيقه اللي كنصاوبوا بها الحرشه، رشيشه ديال الملحه، ورشيشه ديال القرفه اللي كتعجبو بطبيعه الحال. اللي ما كتعجبوش القرفه يدير الفاني. عندي لاردوي هذه اللي كتكون مسننه بهذا الشكل هذا، نقربها لكم اكثر، و اون بوش جيتال. على بركه الله. غادي ناخذ اولا هاد الكاس ديال الماء، غادي نديرو في كاسرونه بهذا الشكل. غادي نضيف عليه ديك 4 كاس زيت، ما تكثروش، والعسل، العسل المنزلي بطبيعه الحال اللي صوبته معكم. العسل كيعطيها اللون وكيحمرها. هاد الكاسرونه غادي نديرها فوق النار غير تطلع الغليه نحيدها. ندوز دابا للنواشف. النواشف عندي فيها كاس ديال الدقيق هو هذا، 4 كاس ديال السميده وهذا، رشيشه ديال الملحه، قليل من القرفه. هاد القرفه كتعطيها واحد المذاق رائع. نتوما كتصاوبوها والريحه ديال القرفه كتطلع. غادي نحرك هاد العناصر مزيان هكا في انتظار الكاسرونه ديال الماء. ملي غادي تطلع فيها الغليه ان شاء الله نرجع معكم. الكاسرونه غير كتطلع فيها الغليه بهذا الشكل هذا. الغليه الاولى كنحيدوها مباشره وهي سخونه، كنضيفوا عليها ديك الخليط ديال الدقيق بهذا الشكل، وبالاستعانه بمغرفه خشبيه كنحركو. خصنا نكونوا سريعين شي شويه باش ما تبردلناش العجينه. بهذا الشكل كنحركوها مزيان مزيان مزيان، وكنمعكوها بهذا الشكل هذا باش اي حاجه مكوره غتمعك مزيان بهذا الشكل. السر الاول في هذه المعسله وهي خصكم تخدموا العجينه وهي سخونه. ديروا العجينه ديالكم فوق سطح العمل وخدموها شي شويه هكا، ديوها تجيبوها باش اي كويرات يزيدوا يتمعسوا مزيان. العجينه راها دافيه، ما تخافوش منها تحرككم ولا شي حاجه، راها دافيه. كون موجده البوش ديالي صافي مباشره غادي نديرها في البوش ونبدا نخرج المعسله ديالي بهذا الشكل. نتوما كتشوفوا البنات انا درت العجينه في البوش بهذا الشكل هذا صافي. وغادي نبقى راها ساهله دغيا كتخرج بهذه الطريقه. نتوما كتعرفوا بلي كنصور غير بيد واحد، ما عادش يمكن ليا. غادي نقطع دابا بهذا الشكل هذا. ها واخا بيد واحد راني توصلت. نتوما كتشوفوا ديك الشريفات كيفاش كيجيو زوينين. فواحد الكاسرونه غادي نوجدوا الزيت ديالنا. الزيت خصها تكون غزيره، لان باش ملي نديروا ديك المعسله خصها تغطى بالزيت. كنكونوا محضرين العسل، نتوما كتشوفوا راه موجود في القناه محضرها معكم. تسناو عليها حتى تسخن ونبداو نقليو المعسله ديالنا.
دائما كنأكد لكم على المرحله ديال القليه البنات، لان باقي المراحل الاولى راه مراحل بسيطه، وانا متاكده باللي غادي تنجحوا فيها. المرحله ديال القلي هي اللي مهمه. نتوما كتشوفوا ماشي تشوفوا هنا عندكم بعض الفراغات تقولوا غادي نزيدوا وحده نقليوها حتى هي باش نربحوا الوقت، راه غادي تبردوا الزيت وديك الساعه غادي تخسر معكم هاد الزلابيه. حتى تنتهيوا من هاد المرحله هذه، حتى تنتهيوا من هاد الكميه اللي عندكم هنايا وتحطوها في العسل كما كتشوفوا. عاد ديك الساعه ضيفوا باقي الكميه اللي عندكم. انا باقي عندي هنايا نتوما كتشوفوا ما زدتش، نتسنى على هذه حتى نحيدها. نتوما كتشوفوا ها هي ما تحلت حتى وحده ما شاء الله عليها. بغيتو تغلظوها اكثر من هذا الشكل غلظوها، بغيتو تخليوها غير بهذا الشكل هذا كتجي زوينه وحلوه ومقرمشه ومعسله من الداخل. نتوما كتشوفوا ما شاء الله.